اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى إخوات في الدنيا؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى تتبيلة للفراخ أو وراك الفراخ. هنعملها بأسهل طريقة وأحلى طعم. يلا بقى بينا نشوف هنعمل تتبيلة الفراخ القمر أو اللي وراك القمر دي بتاعتنا دي ازاي. أنا معايا وراك فراخ، أنا غسلاها كويس ونقعاها في معلقة من الطحينة ومعلقة ملح ومعلقة سكر. انا هشتغل على 8 وراك. انا معايا كبة الخلاط او شفشق الخلاط العادي، هحط فيه كده ايه، برتقانية كده بقشرها. طبعا لو فيها بذر هنشيل طبعا البذر وهنشيل الحتة اللي فوق، هنحطها بقشرها بالشكل ده. وهضيف بصل حوالي كده، حوالي ايه 3 او 4 بصلات. هضربهم كده ايه في الكبة فرم ناعم. وبعد كده ايه هضيف التوابل بتاعتي. انا معايا معلقة من الفلفل الاسمر كبيرة، وعليهم معلقة كبيرة من الملح، وربع كوباية من الزيت. انا هكتفي بالتوابل دي، الفلفل الاسمر والملح، بس مش هضيف اي توابل تانية. هنقلبهم كده مع بعض وهنبدأ بقى ايه نتبل الوراك بتاعتنا. هنعمل فتحات في الوراك عشان ايه ندخل التتبيلة فيها. هنبدأ بقى ايه نتبل الوراك بالشكل ده ما بين كده الجلد واللحمة، وهندخل التتبيلة في قلب اللحمة من جوه، في قلب الفتحات اللي احنا عملناها. طبعا دي عشان تطعم لي اللحم بتاعت الوراك او الفراخ. كده خلاص انا تبلتها كلها. هغطيها بقى بأي غطا او كيس من بتاع التلاجة، وهدخلها التلاجة من بالليل لتاني يوم او مش اقل من ساعتين لو انت مستعجلة. بس طبعا كل ما تقعد في التتبيلة اكتر كل ما تديكي طعم حلو قوي للفراخ او الوراك بتاعتك. كده خلاص انا قعدتها من بالليل لتاني يوم. هنبدأ بقى ايه، نسويها. انا معايا كده ايه سكة الفرن او اي صينية انت حابة تعملي فيها. هرص فيها الوراك بالشكل ده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة عالية في الرف اللي في النص لحد ما تستوي معانا. طبعا لو لقيتيها استوت وما احمرتش من فوق هتروحي ايه مشغله الشوايه وايه تديها ايه تحميره من فوق بالشكل ده. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفه ما اقولكوش. الطعم والريحه واو حكايه. معايا كده طبق كده بتاع تقديم كده، احط فيه بقدونس علشان لو في اي دهون زياده في الوراك ايه يمتص الدهون اللي فيه. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفه الطعم والريحه ما اقولكوش واو. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.